تعال اقول لكم على شويه نصايح وانت بتشطب الشقه بتاعتك هتفرق معاك جدا في التشطيب. بالاضافه ان عاملها دلوقتي هتوفر معاك كوست كبير جدا غير لما تعملها بعدين. اول حاجه هنرسم رسم افتراضي للشقه كلها عشان نحدد مداخل ومخارج الكهرباء، اماكن السباك بالنسبه للحمامات، بالنسبه للمطبخ. كمان لازم نعمل تاسيس التكييف حتى لو مش هنشتري تكييف، هتبقى فارقه معانا جدا واحنا بناسس شقتنا. في حاله ان احنا نسينا امر زي دوت هنبتدي نكسر بعد ما جيت دهنت او بعد ما جهزت الشقه من اضاءات او من مخارج كهرباء، فلازم نهتم جدا بالفكره دي، وهتبقى موفره جدا معانا في التاسيس غير التعديل. اكتر حاجه هتخلي شقتك شيك جدا هي توزيع الاضاءه فيها. بالنسبه للدهانات بلاش دهانات مط، خلي الدهانات بتاعتنا نص لمعه او ربع لمعه، هيبقى الموضوع اشيك كتير معانا. لو حابب تدلع بقى شقتك هتركب HDF في اجزاء من الارضيات واجزاء من الحوائط، صدقني هتفرق معاك كتير. لازم نركب ابواب نوع كويس لان دي بتبقى شقه العمر، والابواب من الحاجات اللي ما بتتغيرش في الشقه. اخر حاجه ما تنساش تعملي اللايك والفولو، استنى معايا الفيديو الجاي.